في كأس السوبر المصري، دائما ما تكون هناك منافسة شرسة بين الأندية الكبيرة، والأمر لا يقتصر على أرض الملعب. قبل وأثناء وبعد المباراة، تتصاعد حدة المنافسة بين جماهير ومشجعي الفرق المتنافسة، وغالبا ما تتخذ هذه المنافسة شكل حرب رموز أو حرب شعارات. تتضمن هذه الحرب استخدام الشعارات والرموز الخاصة بكل ناد، سواء كانت صورا تاريخية أو شخصيات كرتونية أو حتى أغاني وأهازيج معينة. الهدف من ذلك هو إثبات تفوق النادي وإغاظة المنافسين. أحيانا تتطور هذه المنافسة إلى اشتباكات لفظية أو حتى جسدية بين الجماهير، وقد تستخدم فيها الألعاب النارية والأدوات الأخرى لإظهار القوة والتحدي. قد تؤدي هذه الأحداث إلى فرض عقوبات على الأندية أو منع الجماهير من حضور المباريات. في النهاية، حرب الرموز تعكس التعصب والانتماء الشديد للأندية، وهي جزء من ثقافة كرة القدم في مصر، لكن يجب أن تظل في حدود المنافسة المشروعة دون تجاوزات أو عنف.